التأسيسي بتاع الجامع اللي جوه، وواضح ان هو نص التجديد اللي هو 700 كام؟ 35 هجري 1335 ميلادي. هنا بقى في نص موجود على الباب الرئيسي للجامع، ده المدخل الرئيسي، ده مدخل مملوكي وفي مقرنصات اهو فوق ذات دلايات. اللي يهمنا بقى في النص التأسيسي ده اللي هو من 4 سطور ومكتوب بالخط الثلث المملوكي. في ناس بيكتبوا لنا اللي هيعلقوا لنا يقول لك مفيش حاجه اسمها خط الثلث المملوكي. ايوه يا عم، مفيش حاجه اسمها كده فعلا في الخط، لكن الخط ايه رايك؟ الخط الثلث المستخدم في العصر المملوكي، حلوه كده؟ الخط الثلث الذي كان يكتب به الفنانين والصناع المماليك، تمام كده؟ ده بقى مكتوب اهو، ماشي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. امر بانشاء هذا الجامع المبارك السعيد، صح؟ لوجه الله تعالى سيدنا ومولانا السلطان الملك الناصر ناصر الدنيا والدين محمد، اي محمد باينه، ابن مولانا السلطان الشهيد مين؟ هو محمد ابن، يا جماعه قولوا اي حاجه، محمد ابن مين؟ ابن قلاوون. ما هو اهو يعني محمد ده جامع محمد ابن قلاوون، خلاص، ابن مولانا السلطان الشهيد قلاوون الصلحي، لان قلاوون كان منسوب للصالح نجم الدين ايوب، لكن هو قلاوون مات شهيد. دي نفس القصه اللي كانت في مدرسه السلطان حسن، يقول لك الشهيد ناصر حسن ابن الشهيد محمد. هنا بقى الشهيد محمد عايش لسه مش شهيد، بس بعد هو مات عادي، يعني قلاوون مات عادي، ومحمد ده لما يجي ابنه يكتب عنه يقول لك الشهيد محمد، بيحتسبوه عند الله زي ما قلنا قبل كده، زي القرموطي الفيلم بتاع اللي هو ابوك مات في 56 وجدك مات في 48 وعمك مات في 67، قال له ماتوا شهداء يابا، قال له ماتوا عادي بس العيله اعتبرتهم شهداء. فهي دي العيله هي اللي بتكتب اصلا، وهو ماتوا عادي بس هو اعتبر ان ابوه شهيد. خلاص، الشهيد قلاوون. في الاخر بقى في الشهور سنه كام؟ 18 و700 الهجره النبويه، شايفينها؟ اخر كلمه النبويه، بس يهمنا هنا ان هو 718، يبقى ده نص الايه؟ البدايه قبل التجديد اللي هو 700 كام اللي جوه؟ 735. بيقال بقى كمان بالمره، ده مفتشين الاثار اللي هنا استاذي وزميلي الاستاذ محمد عبد الستار هو اللي قال لي المعلومه دي عشان لو غلط يلبسها هو. بصوا هنا الباب ده بصوا يا جماعه، الباب ده بيتقال ان هو باب سر، باب سر بيستخدمه الناصر محمد بن قلاوون او الحاكم بقى بيعدي منه. وبصوا بقى قال لي الكلام ده ليه؟ بناء على ايه؟ ان الباب ده هو واضح ده في وقتها ما كانتش الارض كده، هي الارض ارتفعت، لكن في وقتها كان ده عادي بيعدي منه، وهو يعني الباب ده بيبقى اعلى منه كمان في وقته ايام الناصر محمد من 700 سنه. لكن في قصاده باب تاني اهو، شايفينه؟ لان كل دي حصل تغيرات في القلعه، وفي حاجات اتهدت وفي حاجات يعني الانجليز الفرنسيين هدوا حاجات لما جم 1798، ولما جه محمد علي هد حاجات، ولما جه الاحتلال البريطاني هد حاجات، ولما جه المجلس الاعلى للاثار وايام فاروق حسني هدوا حاجات، في حاجات كتير اتهد. فبيقول ان كان في هنا باب اهو بيجي من هنا يعدي لهنا للباب ده، وهنا واضح ان فيها هنا حاجه مسدوده ولا لا؟ والله اعلم، بيقولوا كده، الله اعلم. من هنا بنت المأذنه اللي هي اللي قلنا عن المأذنه الايه؟ اللي بناها عمال من تبريز من ايران. طيب، في اي اسئله؟